والشقق بتتجاب ازاي، والفسح بتتفسح ازاي. الناس دي عارفة كويس قوي، لاني معظمهم اصلا من مواليد مصر وراحوا عاشوا في السعودية او في السودان او في اي دولة. فانا مش بتكلم على الناس دي خالص. الناس اهل ابويا محطوطين فوق الدماغ، محدش ما اقدرش اتكلم عليهم باي حاجة. انا بتكلم على السودانيين اللي انا بقابلهم في الشارع، انا بتكلم على السودانيين اللي بشوفهم في كل حتة، انا بتكلم على السودانيين اللي مأجرين في المنطقة اللي انا ساكنة فيها، اللي بشوفهم بعيني وبسمعهم بودني بيقولوا ايه. انا بتكلم على السودانيين دول. خربتوها بجد، خربتوها. لما يكون الإيجار، أنا ساكنة في منطقة شعبية، أنا ساكنة في أرض اللواء، لما يكون الإيجار أو الأول كان 1000 جنيه و1200 جنيه، ودلوقتي يبقى ب6 وب7 بسبب السودانيين، يبقى خربوها. واللي هيقول، عشان في ناس كتيرة قوي بتطلع تقول احنا جايين من حرب واحنا ازاي يعني هنبقى جايين بندفع الإيجار ده، ولا لا انتوا اللي عملتوا كده. لان انا سامعه بودني السماسرة السودانيين هم اللي خلوا السماسرة المصريين يعرفوا الاسعار دي. لما اي سوداني يجي يقولك الايجار ب1000 وحاجة، ازاي يعني 1000 وحاجة؟ ده احنا في السودان كنا بنأجر بكذا وكذا وكذا وكذا. ازاي يعني بتأجروا ب1000 وحاجة؟ والسماسرة السودانيين هم اللي كانوا بيعملوا شغل الاول على السماسرة المصريين وعلى المصريين هنا. وانا سامعه بودني حد في اول ما جم هنا، من بعد اول ما حصلت الحرب وابتدوا يجوا هنا، واحد يقول له الشقه دي بتدفع لها مش عارفه ب1000 جنيه ولا ايه، قال له انا هديك 5000 جنيه وتديها لي دلوقتي، انا هديك 6000 جنيه وتديها لي دلوقتي. انتوا بتكلموا شعب ايه اصلا؟ انتوا بتكلموا شعب اصلا مش عارف يكفي بقية شهر. انتوا بتكلموا شعب مش عارف يأكل عياله لحمة وفراخ. ده اقصى طموحهم اساسا، اللي هم انا منهم. متوسط الايجار المصريين كام؟ عايزين يعملوا ايه يعني لما واحد يبقى عنده شقة تمليك عايز يأجرها، ويلاقي سوداني عايز ياخدها منه ب10 وب15 ألف؟ مش عايزين يعملوا كده؟ وطبيعي هيعملوا كده عشان يعيشوا. بس مين عمل كده الاول؟ انتوا. طب حلو قوي، السودانيين اللي جايين عشان خاطر بلدهم والحرب واللي بيحصل والاهانات وبيوتهم اللي اتسرقت وذهبهم اللي راح وعربياتهم اللي اتنهبت، ايه بالنسبة للحفلات انا ما بشوفش حتة غير فيها تجمع سوداني وهزار وضحك ورقص وزغاريت انا ما شفتش كده. انا حرفيا ما شفتش كده. ما شفتش ناس جاية من حرب تعمل اللي بيعملوه السودانيين بجد. بازارات ايه ولبس ايه وفسح ايه وبلوجرز سودانيين منظمين رحلات لفين والفين وحفلات ورقص وليالي سودانية. ما سمعناش ليالي سورية بصراحة من ساعة ما انا من ساعة ما اتولدت انا ما شفتش كده من السوريين. السوريين لما جم مصر جم اشتغلوا، جم اثبتوا نفسهم في شغلهم في مشاريعهم، اشتهروا بكده في مصر بان هم بيعرفوا يجيبوا فلوس، بان هم لسانهم حلو، بان هم بيقدروا الحد اللي قدامه بيعرفوا يبيعوا كويس قوي. عمرنا ما سمعنا ان السوريين غلوا الايجار، ما سمعناش ده. ما هو طبيعي يعني مش هيعملوا مع شعب كده وشعب كده، مش هيعملوا كده. ليه تخربوها على حتى السودانيين اللي عايشين ومولودين في مصر؟ ليه تخربوها؟ ليه لما يكون واحد سوداني عايش حياته كلها في مصر بيأجر ايجاره، دلوقتي شايل هم وشايل طين ان ازاي هيكتب عقد تاني وهو باسبوره سوداني؟
ازاي واحد شغال هنا وبيقبض القبض اللي احنا مالنا احنا؟ احنا مالنا اللي بيبعتوا لكم؟ الفكره ان الناس اللي قاعده هنا حتى الرجاله، انا بتكلم بقول لكم على الناس اللي انا شايفاهم بعيني، رجاله مش شغاله، ما هم لازم يبعزقوا، لازم يدفعوا بدل الايجار ال15 20 الف. هو تعبان اساسا بالفلوس دي؟ هو مش تعبان، هو اللي بره هو اللي بيبعت، واقل حاجه تتبعت من بره يعيش اي حد ملك في مصر. ليه انا واحده جنسيه، انا طول عمري معايا الباسبور ولا كنت بحط في دماغي ان انا اطلع جنسيه مصريه مع اني امي مصريه وجوزي مصري؟ ليه انا دلوقتي شايله الهم لا انا عايز اخد الجنسيه المصريه؟ ليه يبقى السيرة في كل شارع يا عم دول جايين يهقوا ويمقوا، يا عم دول جايين حفلات وتنطيط ورقص ليه انا كنت ببقى طول الوقت بقول انا جنسية انا اصحابي وقرايبي لما بيكونوا معايا وحد بيسأل انتوا من فين، هم يقولوا من اسوان او من نوبة، انا بقول من السودان. ما بقتش اقولها من اللي بيحصل، ما بقتش. مدارس فتحوا، كافيهات فتحوا، محلات فتحوا، طب وبعدين؟ ويا ريت عاجب في الاخر. اي حد في الشارع يقولك احنا عايشين بفلوسنا. فلوس ايه اللي انتوا عايشين بيها؟ فلوس الايجار اللي بتدفعوه، ما انتي في السودان كنتي بتدفعي اكتر منه، ما انتي هربانه من السودان علشان الايجار اللي هتبقى اللي في اي حته ما فيهاش حرب تبقى غاليه. بتدفعي ايه؟ معظمكم جايين تهريب، يعني مش مدخلين قرش في البلد. تخربوها ليه يعني؟ انتوا خربتوا السودان جايين تخربوها هنا؟ اقسم بالله لقيت بلوجر عامله رحله لدهب، وحياه ربنا حتى دهب هتغلوها. كل منطقه كانت هنا سعرها كويس دخولكوا فيها هيغليها.